طلعت مالك؟ مصيبة يا زين، مصيبة. في ايه ما تنطق؟ الحشيش اتسرق. يخرب بيت سنينك، انت يا راجل ما بيعيشلكش حشيش؟ كل ما تاخد بضاعة تضيعها؟ كاتك خيبة. بقول لك يا زينة وحياة أمك العملية مش ناقص تأنيب، وبعدين مش كل شوية تقطبيني. مش عايز أسمع صوتك طول ما أنا قاعد في البيت، فاهمة ولا لأ؟ خوفتني. وهتعمل ايه يا سابع؟ هشوف كده، أحاول أتصرف في أي حاجة، أجيب أي فلوس، أحاول أدفع فلوس المصيبة دي. سيبيني بس دلوقتي، أنا هحاول أتصرف. رايح فين؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ادخل جوه غير. صحيح، الواحد عقله طار. بعد اذنك يا حبيبي، عاوزين نمدد فترة المراقبة على العيال دول تاني؟ ايوه. وهي فترة المراقبة اللي فاتت اثبتت حاجة دينهم؟ في الحقيقة لا، لكن انا متوقع ان شاء الله ان الفترة الجاية هيقعوا. وممكن لا. انا اسف يا الشبيه. يعني مش هقدر امدلك فترة تانية. لو العيال دول هم فعلا اللي سرقوا كان ده الثبات لك الفترة اللي فاتت. ايوه بس دول عيال، دول شوية طلبة مستهترين، مش معنى كده ان هم حرامية. اتفضل يا شبيه، شكك ما كانش في محله. شكك جدا. العفو. متأخر كده ليه؟ مش عارف. زينة القلوب. طلع. ازيك يا زينة؟ الحمد لله على السلامة. وحشتينا يا بنت، عاملة ايه؟ انت كمان الحمد لله. طلعت يا حبيبي. صباح الفل يا طلعت. حبيبي ابو نزل، الف بركة يابا انك خرجت. الله كده يبارك اخدت فيك. براءة؟ الحمد لله، خرجت بضمان محل اقامتي ودفعت كفالة كده يعني. الحمد لله على سلامتك. ربنا يكرمك. انا ربنا مش يكرمك يا عارفة بنت. الحكومة دي بتتهم الناس بالباطل كده ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بالباطل؟ في يا طلعت؟ بالباطل. بالباطل. انا خرجت بالقانون. القانون هو اللي نصفني. الحكايه دي معموله لي مكيده وانت عارف، بس الحمد لله خرجت مرفوع الراس. ألف بركة إنك خرجت. متر 20 باكو يا طلعت. يا ريتك ما خرجت. ادخل. صباح الفل يا سعادة الباشا. اهلا يا عماد، تعالى. يا باشا انا مش هاخد من وقت سعادتك كتير، يعني انا كنت جاي اعرف اي اخبار عن عصابة ال9 مللي. مفيش جديد يا عماد. الله، هو مش سعادتك قلت لي المرة اللي فاتت ان في مشتبه فيهم وانتوا بتراقبوهم؟ ما لقيناش اي اثبات عليهم ان هم اللي بيسرقوا. يعني القضية اتحفظت يا باشا؟ ما اتحفظتش. التحقيقات شغالة وهنقبض عليهم ان شاء الله. تشرب شاي؟ ربنا يخليك يا باشا، ما تحرمش منك يعني. يعني لو فيها اساءة ادب مني يا باشا، يعني حضرتك لو تحب ان انا اساعدك في اي حاجة انا تحت امرك. جربني بس يا باشا، يعني قول لي اي خيط كده وشوف انا هعمل ايه. جرايه يا عم عماد؟ يعني انت هتعرف توصل اللي احنا مش عارفين نوصل له؟ في ايه؟ لا يا باشا، العفو طبعا يا باشا، بس يعني يوضع سره في اضعف خلقه. طب جربني يا باشا. لعلمك انا ليا مصادري جوه الوزاره وبره الوزاره. مفيش معلومات تانية هقدر اقولها لك غير ان العيال دي هيتقبض عليهم ان شاء الله والتحقيقات شغاله. لا يعني سعادتك قافل النهارده، لا مودك مش حلو بصراحه، يعني واضح ان في حد مضايق سعادتك. طب قول لي مين طيب وانا يعني. طب انا عموما يعني انا هعتبر المقابله دي ما حصلتش عشان سعادتك ما تتضايقش يعني، واعتبر ان انت يعني مش هتشوف وش النهارده تاني خالص. اجل سعادتك بكره ان شاء الله ولا؟ طب ميرسي عليكم. تاكلي يا سهى السلطه حلوه قوي. ما انا هاكل يا حبيبي دلوقتي. ساكته ليه؟ ميرسي. يا سلام يا سلام، مشويات الحلوه ها؟ وصايه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايهاب يا حبيبي، انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. اتكلمي يا حبيبتي، انا سامعك. اصل بصراحه كده انا عايزه اشترك في فرقه المسرح بتاعه الجامعه. وبعدين في سدة النفس دي بقى، احنا مش خلصنا من موضوع التمثيل ده خالص يا سهى؟ وفيها ايه بس يا حبيبي؟ ده نشاط فني مش اكتر، ثم انا هبقى مع زمايلي، يعني مفيش داعي تقلق عليا. لا، احنا اتفقنا ان مفيش تمثيل، وبعدين ده مبدأ، وانا لا يمكن اتخلى عن مبدئي في يوم من الايام. بقول لك يا سهى، اذا وافقت دلوقتي ان انت تمثلي هتفضلي تزني عليا بعد الجامعه او بعد الجواز وتقولي لي برضه عايزه امثل. يا ايهاب ده نشاط فني، يعني انا مش شايفه ان فيها حاجه خالص، ثم انا كان ممكن اعمل كده يعني من غير ما اقول لك. كمان كنت عايزه تمثلي من ورايا يا سهى؟ يا حبيبي انا مش قصدي، انا قصدي يعني ان بص يا سهى، من الاخر كده، يا انا يا التمثيل، وقدامك يومين تفكري وتبقي تردي عليا فيهم. بس تفتكروا موضوع العصيان المدني ده هيجيب نتيجه فعلا؟ طبعا.
الشعب لو نزل الشارع هيفرض ارادته. يا اختي بلا وكسه، ما عملتوش كده من زمان ليه؟ لان الشعب عمره ما نزل الشارع بكل طوايفه. مع الاسف لسه في ناس خايفه. الخوف معشش جوه قلوب الناس، مخليهم ماشيين جنب الحيط على طراطيف صوابعهم. بس عارفه، لازم الخوف ده يتكسر. لازم الشعب ينزل الشارع ويكسر كل التابوهات القديمه ويفرض ارادته. بس يا رب فعلا ينزلوا. هينزلوا لما اللي زيي وزيك يكتروا، واللي سلبي او مش فاهم حاجه زي دينا يقلوا. ماشي يا عم سعد زغلول، بس يا ريت يحصل تغيير للاحسن، وادي دقني لو حصل حاجه. ده كريم. لوده. ده كمان. اهلا. قاعده شويه؟ اه. طب لما تيجي تمشي يبقى رنيلي ماشي. عشان نمشي مع بعض. ماشي. غريبة، ده ما سلمش عليكي، دي مش عادته. ابدا، اصله اخر مره يعني شدنا مع بعض شويه. ليه كده؟ مفيش، اصله قعد يطلب مني الطلب السخيف بتاعه ده تاني وانا بصراحه رفضت. عشان كده ماشي ونفسه مكسوره يا عيني. على فكره يا سهام، حرام عليكي، خالد ده جدع وشهم وارجل طالب في الجامعه، حتى لو مش عايزاه يعني ما تصدوهوش بالطريقه دي. يا سلام، انت محموقه عليه قوي كده ليه؟ لو عاجبك قوي كده اشبعي بيه. انا مش هرد عليكي على فكره. جودي. ايه يا سهام؟ تحرجي دينا ليه بالشكل ده؟ بصراحه افورت قوي. انت رايح فين يا روح الروح؟ يا حبيبي انا نازل رايح الجامعه. وهتسيبني لوحدي؟ يعني عامل ايه؟ مش فاهم. يعني عندك محاضرات مهمة؟ مش محاضرات مهمه، بس زهقت ونازل اقعد مع اصحابي شويه. طب خدني معاك يا لولو، ما تسيبنيش لوحدي، هقعد هنا بين 4 حيطان. اخدك معايا فين؟ بقول لك داخل الجامعه من جوه. طب وماله؟ وماله ازاي؟ طب لو سالوك على الباب هتقول لهم ايه؟ سياحه وفنادق؟ مالكش دعوه انت، انا هتصرف بطريقتي. ما تكلمي لؤي خليه يجي. مش هيجي يا ستي حاولي. حاولت مره واثنين وعشرة وفشلت. ما هو مش معقول نسيب الولد يضيع بالشكل ده ونقول ان احنا عملنا اللي علينا. ده ابنك وانت مراتي، والولد محتاج لجو اسري، ولا نسيبه يبوظ ويضيع؟ اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ نتصرف، نفكر في اي طريقه نخليه يجي بيها في وسطنا. لما يبقى بيني وبينك نحاول نصلحه، انما نسيبه ونهمله بالشكل ده لا والف لا. بعدين انا راجل تربوي ولا يمكن اسمح بحاجه زي دي تحصل. ماشي ماشي، بس هنجيبه ازاي؟ قولي له انك تعبانه ونفسك تشوفيه، ولما يجي هتدي له مصروف كبير قوي. ماشي، هقول له كده بس على الله يرد. ده ما بيردش عليا خالص، ما بيردش. حاولي. يا الله. لؤي حبيب قلب ماما، حبيبي، انا مبسوطه قوي انك رديت عليا. انت كويس يا لؤي؟ ايوه يا ماما. خلاص يا حبيبتي ماشي. خلاص يا ماما. حاضر يا ماما. يا ماما انا في المحاضره يا ماما والدكتور بيشرح، اعمل ايه انا؟ اقفلي وابقى اكلمك تاني. سلام. لا بجد، انت معانا هنا في الجامعة؟ ايوه يا اختي معاكم في الجامعة. وفيها ايه دي؟ اصلي مش بشوفك في الكلية كتير. لا اصلها مش في كليه التجاره، في كليه تانية. امال كلية ايه؟ اقتصاد وعلوم سياسية. اقتصاد؟ الله يخرب بيتك. فكرتيني بخدمه اجتماعيه. اتريق، بكره لما ابقى سفيرة في كاس الامم المتحدة. الله يخرب بيتك، كاس الامم المتحده ايه؟ هتفضحينا. يعني ايه كاس الامم المتحدة؟ يوه، انت هتقفلي على الواحدة ولا ايه؟ انا زهقت. طب يلا بينا، يلا عشان تحضري المحاضره بتاعتك. احنا اسفين يا رانيا، معلش. والله بس مش قادره صدقيني والله. قلت له يا عم انت كده هتودينا انت كده هتودينا في داهيه. انا عامله كده، ايه اللي عايز يخليه كده؟ ازاي تيجي ازاي؟ ماجد، ايه يا ابني؟ مش تسلم وانت داخل ولا ايه؟ ايه يا ماجد مالك؟ في ايه؟ ده انت مش هنا، ده انت في النرويج. انت حاسس اننا موجودين اصلا ولا لا؟ انت بتنح كده ليه يا ابني؟ انت هتصورني ولا ايه؟ صورك.
لما تقعد تكلم مراتي في عينيها روح امك ابقى اصورك. انت عبيط يالا، انت اتجننت يا مين اللي اتجنن ولا؟ مالكش دعوه بالناس، مالكش معاه تاني. هدي نفسك، خليه يظبط نفسه. اوكي هو ايه اللي حصل؟ خلاص يا ناجي، خلاص يا ناجي، بس خلاص هدي نفسك. يلا يلا باي باي يا جماعه، بعض. يلا يلا. هو في ايه؟ ما تسألوا. عجبتني قوي اقتصاد. الله يخرب بيتك يا سوسو. لا بيئة يعني مش اي كلام. ده حتى لايقين على بعض. امشي امشي. انت مش معقول بجد، بقيت مش معقول يا ماجد، حرام عليك، انت بالطريقه دي هتخسرني كل الناس. انت ايه يا بنت؟ مش فاهمه؟ بغير عليك، انت فاكراني ايه سجق؟ يخرب بيتي غيره يا شيخ. انت شفتيش الواد كان قاعد بيبص عليك ازاي؟ طب ما انا كل راجل بيشوفني بيبص لي بالطريقه دي. انا ياسمينه يا حياتي، هتمشي بقى تدور الضرب في كل رجاله البلد؟ نسيت ياسمينة النجمة الأمورة اللذيذة اللي جرى معاها عيل خرق، مش كده؟ لا بقول لك ايه، أنا السكة دي ما تاكلش معايا، وأنت عارفة شخصيتي من الأول. أنا ولا هشوفك في حتة، ولا عايز أشوفك وسط رجالة، ولا عايز حد يعرف إن أنا أعرفك أصلا. يبقى أحسن برضه. ماشي ماشي يا ياسمينة، أنا هعمل لك اللي أنت عايزاه. رايح فين؟ في داهية. ايه ده؟ ايه يا باشا ده؟ عليا النعمة طلت باشا وباشا وابن باشا. أنا جاي يا باشا أجيب لي معاليك فلوس البضاعة اللي خدتها منك. وما لقيتش كيس أعفن من ده شوية؟ ليه يا باشا؟ طلع منه راحة زفرة؟ الحمد لله على السلامة يا طلبة. الله يسلمك يا سعادة الباشا. غمة وانزحت خلاص. على فكرة طلعت عمل شغل كويس قوي وانت في الحبس. طبعا يا باشا، هو تربيتي وصبية وجوز اختي برضه. ايوه بس واضح ان التلميذ تفوق على استاذه بكتير. تقول يا باشا؟ طلعت انا المرة دي هديك بضاعة اكتر من المرة اللي فاتت، وطلبة هيساعدك في توزيعها. ساعده ده يا باشا؟ معلش مؤاخذة بس يعني ازاي اساعد الصبي بتاعي؟ يا باشا انا صاحب المنطقة وانا اللي بشتغل طول عمري فيها، اساعده ازاي يعني؟ ايوه يا طلبة، بس انت عليك مراقبة دلوقتي ومش هينفع. وبعدين انا ما احبش حد يناقشني، انت تقول مفهوم وبس. مفهوم يا باشا، مفهوم. يا الله اللي هنا حد جال على راسه؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا دين؟ امال فين بقيه العيال؟ مش موجودين، انا قاعد لوحدي. احسن برضه، بلاش وجع دماغ، بيعملوا دوشه. بنت يا دين انت ما بتخافيش؟ خاف من ايه؟ واحدة زي القمر زيك قاعدة مع واحد صعيدي في شقة لوحديهم، ما بتقلقيش يعني؟ كنت خفت من زمان، انت لسه فاكر يا راجل؟ بعدين انا ب100 راجل وانت عارف كده كويس، بنت اسكندرانيه كده ونعجبوك. بتكلم بجد. الناس لما يشوفوا واحدة قاعدة في شقة شباب لوحديهم ممكن يقولوا عليك ان انت مشيك بطال. ما تزعليش والله، انا بقول لك كده عشان انت مكانتك كبيرة في قلبي. انا ما يهمنيش رأي حد في الدنيا غيرك. بجد؟ انا قصدي يعني ان رأيك يهمني قوي وانت مكانتك كبيرة قوي جوه قلبي يعني حاجات كتير كده، بس انت اكيد فاهمني. يعني انت يعني المكانة دي محدش يعرفها غير انا وانت. خالد، هو انت فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ فاهم والله العظيم فاهم. كنت عايز اقول لك على حاجة يعني بس كنت متردد. قول يا خالد. اقول عادي؟ ايوه قول عادي، ارجوك قول. اصل تحت كنت بعمل شاي في الانبوبه خلص. انبوبه؟ انا قلت لهم يعني ان احنا نقعد في شقه غاز طبيعي، لقيتهم مصرين. في يا بنت بس مش عايزه اسمع صوتك تاني بس. بقول لك شنو؟ بقول لك ايه؟ خالد
تعالى يا طلب. مساء الفل يا زينة. مساء الخير يا اخويا. الواد طلعت فين؟ ما بيردش على الموبايل بتاعه. قال لي ان هو مسافر في شغل. شغل ايه ده اللي مسافر فيه وانا ما اعرفوش؟ ومسافر فين بقى ان شاء الله؟ برضه مش عارف. ده انا دبيت حته دين خناقه معاه في التليفون وبرضه ما رضاش يقول لي مسافر فين وعشان يتصدق. ما قالكيش خالص؟ لا. برضه الكلب ما بيردش عليا. الواد ده اكيد بيعمل حاجه وبيدبر حاجه احنا مش عارفينها. تفتكر يا زينة طلعت بيخطط لايه؟ مش عارفه. طب ادخل بدل واقفه على الباب دي، يلا تعالى. ماشي يا طلعت. الله، ما بتردش ليه يا ايهاب؟ مش دي رنة سهى؟ اه يا ماما هي. الله، انت مش عايز ترد عليها ولا ايه؟ بالظبط كده. في ايه يا ابني؟ وحصل مشكله بينكم ولا ايه؟ اه يا ستي، حصلت مشكله كبيره جدا بيننا النهارده. مشكلة ايه دي بقى اللي حصلت يا ايهاب؟ سهى عايزه ترجع تمثل تاني. الله، هي مش كانت شالت الموضوع ده من دماغها؟ استني بس انت يا فوزية، ممكن بقى يا استاذ ايهاب تحكي لنا الموضوع بالتفصيل؟ ابدا. لقيتها بتقول لي انها عايزه تمثل في مسرح الجامعه. قلت لها لا طبعا انا مش موافق. لقيتها مصممه ومش عايزه تسمع الكلام. قلت لها خلاص، يا انا يا التمثيل، وقدامك يومين تفكري وترد عليا فيهم. طب يا ابني تاخد الموضوع كده قفش كده ليه؟ الموضوع دي يا ابني واحده واحده بالراحه. يعني ايه يا بابا؟ عايزني اوافق انها تمثل؟ ايوه يا حبيبي توافق، لان البنت بتقول لك مسرح الجامعه يعني مكان محترم، حاجه كده زي مسابقات الشطرنج والبينج بونج. ما انا لو وافقت يا بابا تقولي انها عايزه تمثل بعد الجواز. يا حبيبي يبقى ساعتها يحلها الف حلال. ايوه، لان ساعتها هتبقى مراتك، يعني تقدر تحكمها. وبعدين يا ابني البنت بتطلع طاقتها في مكان محترم. انت عارف وقتها هي اللي هتقولك مش عايزه امثل. يعني انتوا شايفين يعني ان انا اوافق؟ ايوه طبعا. طبعا لازم توافق، بس لازم تستفيد درس من الموضوع دوت، انك لما تقابلك مشكله تواجهها مش تهرب منها. يلا كلمها وراضيها بقى. هي اصلا عماله تتصل. بكره بقى لما اشوفها فيس تو فيس. اقعد يا طلبه. عاوز ايه تاني؟ معلش يا باشا، في موضوع كده يعني لازم اكلم سيادتك فيه. انت ليه خليت طلعت تبقى الكوماند عليا وخليتني اشتغل عنده؟ يا باشا انا الراجل بتاعك وبشتغل معاك بقالي سنين وعمر. بقى تخلي الصبي بتاعي الرئيس عليا؟ انا فاهم شغلي كويس، مش مستنيك انت تفهمهولي. يا باشا العفو، انا ما اقصدش، بس يعني احنا كنا متفقين انه هيبقى الرئيس لفتره كده لغايه ما اخلص المراقبه اللي عليا، والمراقبه خلصت وخلاص. رجع بقى سيادتك المال المجاريه. عاوز تشتغل لحسابك يا طلبه؟ والله يا باشا لو تحب انا ما عنديش اي مانع. اوكي. احنا عايزين ندخل الكوكايين والهيروين المنطقه الجديده اللي انت ساكن فيها في 6 اكتوبر، وعايزك تركز بالذات على شباب الجامعات اللي هناك. لا يا باشا، لا البسها، لا انا ماليش في السكه دي يا باشا. لا يا باشا، ده زعلتها وحشه. ايه؟ خايف؟ سعاده الباشا انا راجل بتاع حشيش طول عمري، وارث المهنه دي، خليني في الحشيش احسن. عشان كده بقى انا اخترت طلعت يبقى الرئيس عليك، لانه ما بيخافش، بينفذ اللي بقوله له من سكات، مش جبان زيك. المقابله انتهت يا باشا، بس انا ما خدتش بضاعه وبقالي فتره ما خدتش الحقيقه. لما البضاعه تجهز المكتب هيكلمك. وحشاني يا بنت قوي، كمان وحشاني قوي. اللي حدفك علينا، انت مش كنتي عديتي الفقر وتسيختي والذهب بقى من هنا لهنا؟ اهو ده اللي انا باخده منك، القر وبس. اديهم طاروا زي ما انتي شايفه، وراجعه اشتغل من تاني. وفين المدعوق لؤي؟ سافر له يومين كده، قلت اجي اقلب عيشي واشوف ايه الجديد هنا. يعني ايه الجديد؟ احنا زي ما احنا، بس اديكي عرفتي ان هنا بيتك ومطرحك، واي مصلحه بره تبقى على الطياري. يا بنت كلي عيش، الواد السيس ده مش هينفعك، لو اتزنقتي مش هيعبرك. الكباريه محتاجك يا سوسو. يعني ايه يا ابني مش لاقيهم؟ يا باشا هم مش موجودين في بيتهم من اول النهار. هو انتوا مش مكثفين المراقبه عليهم النهارده؟ سيادتك مفيش غير انا وحميده مراقبينهم 24 ساعه، ولما روحنا نمنا رجعنا ما لقيناهمش، لقيناهم اختفوا وموبايلاتهم مقفوله. طب روح انت وانا هقول لك تعمل ايه. حاضر يا فندم. الو استاذ سطوحي. ازي سعادتك يا شريف باشا؟ الحمد لله، انت عامل ايه دلوقتي؟ كله تمام معليك. اللي قول لي العيال اللي انت كنت شاكك فيهم جولك الكباريه تاني؟
لا يا باشا، من ساعتها لا حس ولا خبر، وانا كبرت دماغي بقى، يعني لا بسأل ولا فارق معايا. طب ماشي، وحياتك لو في اي جديد بلغني على طول. حاضر يا باشا، تحت امرك. السلام عليكم. مع الف سلامه يا باشا. غلط. انتوا عارفين المشكله الحقيقيه اللي البلد فيها ايه؟ ان مفيش حاجه اسمها عداله اجتماعيه. الطبقه الوسطى انقرضت، اختفت، وده خطر كبير محدش حاسس بيه. يعني الناس هتعمل ايه يعني؟ ما الناس طالع عينيها عشان لقمه العيش، ويا ريت عارفين يعيشوا. على فكره دي ملحوظه عامه، انا ما شفتش حد من اي طبقه مستريح، كل الطبقات بتشتكي وكل المهن كمان. انا شايفه ان الفساد اللي انتشر في البلد وفي كل شبر فيها مع الظروف السيئه اللي بيمر بيها الشباب هتخليه يختار ما بين امرين، يا اما ينحرف يا اما يثور. انا بتهيألي يثور احسن، لان انا ما اعرفش ابوظ، احنا من الاخر متربيين. صح معاكي حق، انا نفسي حاولت انحرف اكتر من مره ما عرفتش، 3 مرات تقريبا. حتى في دي فاشل؟ طب ما انا بني ادم كويس وما عنديش اي مشاكل ومش منحرف، وعندي افكار تخلي البلد دي تطلع لقدام مليون سنه، بس ما حدش عايز يسمعني. كده بقى ما قدامناش غير حل واحد، ان احنا لازم نثور. ممكن اعرف بقى وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي يشرح القلب، كل واحد هيوصله حقه بالتمام والكمال. يا جماعه احنا لازم نتخلص من السرقه دي كلها قبل ما الحكومه تاخد خبر ونتحبس كلنا. مخك على قدك، حكومه ايه يا بني ادم؟ كان زمان. ايه يا ابني؟ انت مفيش خالص؟ انت ناسي ان احنا متراقبين؟ كنا متراقبين. قلت لكم 100 مره ان موضوع الحكومه والمراقبه ده كان زمان وجبر. يا سلام لو الذهب ده يتحول لفلوس. قصدك حد يشتري يعني؟ لازم العمليه دي تتم بهداوه عشان ما نتشمش. وانا عندي الحل يا حلو. طب ما تقولوا انجز واخلص. طب ماشي، واحده واحده عليا. فتحوا مخكم معايا. ها البص ممكن ياخد الحاجه دي وهيكيش، بس على شرط نعمل له ديسكاوي. نعمل له اللي نعمله له، المهم يدينا فلوسنا كشف ايدينا. حلو قوي، يبقى انت تروح تتفق معاه وتظبط كل حاجه قبل ما نروح احنا بالحاجه. ماشي يا ستي، بس انا جعان قوي. العيال بس تجيب الاكل ونقعد ناكل كده لقمه مع بعض وهروح. بس اقول لكم على حاجه، الحاجه بتاعتي انا عاددها وعارف عيارها ووزنها، لو قل حاجه هقل منكم. ده بمحل كامل؟ وده يطلع كام كيلو ده؟ والله يا باشا انا ما وزنتوش، بس هو يجي له كده شنطتين كبار. طيب هاتوا بكره معاك يا عم طلعت، وانا هجيب خبير يتمنهم وهديك شيكك وانت قاعد.
معلش يا باشا ما تاخذنيش، اصل انا معايا شركات وما بيحبوش موضوع الشيك ده، يحبوا الفلوس على بعضيها. خلاص يجي بس الخبير يشوفهم وهديك فلوسك كاش يعني. ربنا يخليك لينا يا باشا، مش عارف من غيرك نعمل ايه. معلش يا باشا كان ليا طلب اخير. ايه ده؟ بس العيال صحابي مش مأمنني، عايزين يجوا معايا يحضروا التسليم والتسلم. وماله؟ تخليهم يجوا. وماله؟ ايه؟ عشان هيعرفوني؟ مش مشكلة، أنا أعرف عنهم كل حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ كل دي قضايا اموال عامة، ايه ده؟ ملايين ومليارات بتتسرق كل يوم. هو الاعلام مركز على كام قضية كده على الوش، ودوشنا بعصابة ال6 مليون وسايب الحاجات المهمة دي؟ مهمتنا ان احنا ندافع عن الظالم والمظلوم، الاحتراف المهني كده. قولي لي لؤي ما جاش ليه؟ والله مش عارفة اقول لك ايه، معرفش. كلمتيه تاني؟ لا ما ينفعش يا فيري، لازم تكلميه، لازم تتابعيه، لازم يعرف ان احنا مش ناسيينه ومهتمين بيه. حاضر حاضر يا حبيبي، حاضر هكلمه. شروتي اتأخرت كده ليه؟ زمانها على وصول. اهي جت. شيرو حبيبة ماما، مالك؟ شيروات، شيرو قومي شوفي مالها، قومي. شيروات، انت بتعيطي؟ شيرو في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ مالك مامي؟ بليز يا مامي سيبيني لو سمحتي دلوقتي، مش قادرة اتكلم. لا مش هسيبك، انت بتعيطي؟ بتعيطي بجد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قولي لي يا حبيبتي ايه اللي حاصل؟ مش انا مامتك حبيبتك وصاحبتك؟ هو رامي الوحش صح؟ حصل ايه؟ رامي هيسافر امريكا يا مامي، هيسافر ويسيبني. قلقتيني، هو ده الموضوع. هيسافر؟ بصي يا شيروت، انت لسه صغيره، بكره لما تتخرجي يا بنتي ولما تكبري وتتجوزوا تبقي تحصليه وتروحوا انتوا الاتنين لامريكا. رامي خلاص يا مامي مش عاوزني، رامي فشكل معايا خلاص. يغور في 60 داهيه. رامي ايه ده؟ انت شيروت بنت فريده. مامي انت مش فاهمه حاجه، مش فاهمه حاجه. بصي لي كده، ايه اللي مش فاهمه حاجه؟ هو في ايه؟ مش انا مامتك؟ مش انا حبيبتك؟ بصي يا شيروت، اي مشكله يا بنتي ممكن تقوليها لي وانا هقف جنبك وهساعدك. قولي لي، هو حصل حاجه بينك وبين رامي؟ هو حصل حاجه بينك وبين رامي؟ ما تقولي، ما تتكلمي. حصل؟ اعمل فيك ايه؟ قوليلي بس، اعمل فيك ايه؟ قوليلي بس اعمل فيك ايه؟ وتبصيلي بتعيطي دلوقتي، بتعيطي. ما كنت تعيطي قبل ما تعملي اللي انت عملتيه انت ورامي. لا، ويسافر المنحط ابن الكلب عمل عملته وسافر. انا مش هسامحه ومش هسامحك. مش هسامحك. يا مامي مش مهم تسامحيه هو، المهم تسامحيني انا. انا اسفه. تعالي يا حبيبتي، تعالي. حلا في ايه يا فريده مالها؟ مفيش ازاي؟ هي بس كده مشكلة مع صاحبتها في الجامعة. ايوه مشكله ايه؟ ما تشغلش بالك بقى يا فؤاد. ما اشغلش بالي ازاي يا فريده؟ دي زي بنتي، مش كفايه اخوها اللي احنا مش قادرين عليه؟ أنا تعبانة. تصبح على خير. خير.